قصة منقولة وحبيت ان انا اشاركها معاك هنا على القناة او على الصفحة سواء ما انت هتشوف الفيديو. فما تنساش تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وتأكد انك عامل لايكك الجميل والشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. يلا بينا نسمع القصة والكلام الجميل ده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وسلامة. لو انت اول مرة تشوفني فحابب اقولك اشترك في القناة عشان تتابع كل جديد وتستفيد. المهم، صاحب القصة بيقول: في يوم كنت رايح محطة الرمل، وطبعا للي مش عارفها دي موجودة عندنا هنا في اسكندرية. المهم، فقررت ان انا اخد تاكسي بديل لاوبر عشان مستعجل، وكنت بحاول اختار سيارة حديثة، لقيتني بشاور لسيارة قديمة. استغربت من نفسي جدا لكن ما اهتمتش لان لقيت العربية نظيفة وهيئة السائق مريحة. كعادتي ان انا بحب افتح كلام كنوع من التواصل، فسألت السائق اللي كان عمره قريب من ال70 سنة: هل انت ليك عمل تاني غير التاكسي ده؟ رد عليا وقال لي انه اشترى التاكسي ده من 40 سنة ولا يزال يقوده بنفسه. قلت له: طب انت قادر انك تعيش من دخل التاكسي ده رغم ارتفاع اسعار البنزين وقطع الغيار والزيوت؟ رد عليا وقال لي: بص يا ابني، انا معايا بنتين، واحدة دكتورة والتانية مهندسة، وكل يوم الاقي الاكل في بيتي وعمري ما احتجت لحد، وبقالي سنين ما بيفرقش معايا الزيادة ولا غيره. عارف ليه؟ رحت قايل له: لا يا حاج مش عارف، يا ريت تقول لي السر. فقال لي: مش سر ولا حاجة، لكنه معتقد مغروز في قلبي وعقلي ان الرزق ده بتاع ربنا، فانا ما اخافش لانه مش هيتأثر هنا او هناك. الفكرة بس ان ربنا عز وجل عايزك ما تخافش وتصبر وكله هيعدي في الاخر. طب احكي لك على موقف عشان تفهم. انا نازل بالعربية وما فيهاش غير 5 لتر بنزين، وما فيش معايا فلوس غير تمن 5 لتر بنزين كمان، لحد ما ربنا عز وجل يرزقني بكام زبون. المهم، لسه داخل محطة البنزين سبقتني عربية فخمة دخلت مكاني، فقلت جايز يكون مستعجل، وانتظرت لحد ما خلص. دخلت احط ال5 لتر بنزين. تصدق بالله، لا اله الا الله، فاجئت ان الراجل صاحب العربية الفخمة دفع حق 50 لتر بنزين لعامل المحطة، وقال له: دول للتاكسي اللي ورايا. الموضوع كبير يا ابني، واقل حاجه فيه الفلوس. الرزق اوسع بكتير. اوعى تفتكر ان مجهودك هو السبب للحصول على الفلوس، ده ليس اكتر من طاعتك لربنا في اخذ بالاسباب. لكن ما تنساش ابدا ان ربنا عز وجل هو مسبب الاسباب، فاطمن واعمل اللي عليك. احنا وصلنا الحمد لله، وعايزك تعرف ان كان قبلك زبون بكام متر، لكن ده نصيبك عشان نتكلم مع بعض، عشان برضو الكلمه رزق. ده برضو انك تتفرج على الفيديو ده وتوصل للدقيقة دي، فده برضو رزق. شكرا لانك وصلت للدقيقة دي وسمعت القصة الجميلة دي. وبس كده يا صديقي، سلام عليكم.